الخدمه اللي دارتها. تكباسه الاخوان والبارطاج، تكباسوا البارطاج، تكباسوا البارطاج، كبيسوا وبارطاجيو، كبيسوا وبارطاجيو. عاش الملك، يحيى اخ النوش، يحيى الملك، يحيى اخ النوش، يسقط الشعب، يسقط الشعب المغربي. الله الله يفتح على والديه. واحد الدكتور جا. يحيى الملك. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. والله ضحكتيني بالله. يحيى الملك، قول يحيى الملك، قول عاش الملك. ايه وانا ما نقول حتى شي حاجه سيدي، علاش نقول عاش الملك؟ عاش الملك، عاش قول عاش الملك ولا غنزلك. يعني عطانا طريحه في الخطاب ويا شبيتي مازال، شبيتي عاش الملك. هكاك الرجوله، الرجوله انت الرجوله. اللي يطلع يقول عاش الملك، اللي ما قالش عاش الملك غنزلو. عاش الملك وعاش غنوش وعاش اخ النوش. عطاوهم حتى شاط عليهم الخير. والله الا بصح تبارك الله على خويا العزيز، اسمح لي. ربي يحفظك خويا مراد، شكرا لك. لا حبيبي. شكرا اخ مراد. عاش الملك، عاش الملك وعاش اخ النوش. اي واحد غيطلع ما يقولش عاش الملك وعاش اخ النوش غنزمو لتحت. عياجي حر كيف ما بغى يكون. عاش الملك اول حاجه، ما كاين السلام عليكم، كاين عاش الملك. عاش الملك. الا ما قلتيش عاش الملك نزل والديك لتحت، ما كاينش ابدا. عمي كاين عاش الملك ودخل في النقاش. عاش الملك نك. الضحايا ديال هذا المدرسي نسمعوا شنو قال شويه وشنو خطب علينا صاحب الدجاجه. وسيمانه هما كيتسناو في صاحب الدجاجه، سيمانه هما موقفين الاحتجاجات. قال لك اسيدي غنتسناو صاحب الدجاجه يجي يعفينا الحكومه ويحيد لنا اخناتوش. وسيمانه نتوما كتسناو في صاحب الدجاجه. صاحب الدجاجه اخرج في الروج، ماشي صاحب الدجاجه. سمعوا الخطاب الهلاكي، سمعوا الخطاب الهلاكي الاخوان. بلاتي زيد. الذين آمنوا واركعوا واسجدوا. دخلوا الدين ولاد الحرام في الحكم، لانه باش حاكم الملك راه حاكم بالدين. سمعوا غيب دابا كيفرشوا الشعب. واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. واش هاد العوج هذا غيدير لك شي خير؟ واش كتسنى الخير من هاد العوج هذا؟ من هاد 6 و 5 دقائق واش كتسنى منه صاحبي شي خير؟ هو عوج صاحبي، هذا اش كتسنى؟ اش كترجى منه بلاد صاحبي؟ واش نتوما مراد صاحبي كتسناو الخير من واحد عوج؟ مشكله. سمعوا الخطاب الهلاكي ديال محمد السادس. سمعوا. والناس انا كنتعجب صاحبي، وترى الفيسبوك، تيك توك، اليوتيوب، كلشي ننتظر الخطاب الهلاكي، ننتظر الخطاب الملكي، كلشي كيتسنى الخطاب ديال صاحب الدجاجه. كلشي كيتسنى الخطاب ديال صاحب الدجاجه شنو غيعطينا. نسمعوا هذا الخطاب ديال صاحب الدجاجه شنو غيعطينا فيه. نسمعوا الخطاب. يلا صاحب الدجاجه. جاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم. يلا دوز بركه من داك النفاق راك عارفكم. زيد دارنا صاحب الدجاجه نسمعوه. واعتصموا بالله. عرفتي شحال ديال القطيع جابوه لقدام البرلمان؟ راه فين ما كان شي حولي جابوه، فين ما كان شي خروف وشي وحده مقرده، شي وحده ما عندها الصنداله، شي وحده يلاه عندها السروال لابساه، شي وحده يلاه عندها واحد الزيف داير على راسها، عطاوها 100 درهم وجابوها قدام البرلمان باش يستقبلوا صاحب الدجاجه. سمعوا. ومولاكم فنعم المولى. زيد ونعم نترع عزيز شمي بارك الله بارك الله وعليكم. زيد نسمعوا.
بالله صدق الله مولانا العظيم. لعنة الله على دين امكم، لعنة الله عليكم ولاد الحرام. زيد عطوا صاحب الدجاجة احترم القرآن، وراه السيادة اللي ما احترموش القرآن كيستغلوه في الدين. والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. زيد حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، نفتتح اليوم بعون الله تعالى وتوفيقه. سيدكم ما قارعش، سيدكم ما قارعش، كيقول نفتتح وحتى بعون الله تعالى ما عارفش يقولها. ها هو راه باينه بعون الله، باينه بلا ورقه بلا والو، وكيقرا فيها بحال واحد اللي عظم، بحال شي واحد اللي عظم، بحال شي كلب واحد اللي عظم. سمعوا صاحب الدجاجه شنو كيقول. سنة التشريع الأخيرة لمجلس النواب من الولاية الحالية، وهي مناسبة للتعبير لكم عن تقديرنا الاخوان الصوت واش مسموع على الاخوان ديال الفيديو ولا مسموعش؟ الصوت ديال حميده صاحب الدجاجه مسموع ولا لا؟ الصوت ديال صاحب الدجاجه مسموع؟ صافي مزيان صافي. العمل الذي تقومون به سواء في مجال التشريع أو مراقبة العمل الحكومي أو في قال لهم كنشكركم على العمل الذي تقومون به. كيشكر دوك الناس اللي كجنطوا ديال امكم وهاد الحكومه وهاد الناس اللي كتقولوا لهم يا سقوط اخ الناس ديكاج اخ الناس، كيشكر فيهم. اسمع من السياسات العمومية. كان نود الإشادة بالجهود المبذولة للارتقاء بالدبلوماسية الحزبية والبرلمانية في خدمة القضايا العليا للبلاد، داعين إلى المزيد من الاجتهاد والفعالية. قال لكم غازيدوا في مزيد ولا اجتهاد، داكشي كلشي درتوه راه عيان. زيدوا في مزيدا من السرقه، راه قال لكم عطاكم محمد السادس، عطاكم الضوء الاخضر. مزيدا من السرقه الاحزاب والمنتخبون والناس اللي كيحكموا البلاد، مزيدا من السرقه ما عندناش مشكل حنايا، انا راه امير المؤمنين. في إطار من التعاون والتكامل مع الدبلوماسية الرسمية، ولأن السنة الأخيرة بالنسبة لأعضاء مجلس النواب ندعوكم لتكريسها للعمل بروح الجدية والمسؤولية لاستكمال المخططات التشريعية وتنفيذ البرامج والمشاريع المفتوحة والتحلي باليقظة. المشاريع المفتوحه، شنو المشاريع كاينه مفتوحه؟ انا ما كاين حتى شي مشروع مفتوح. الحاجه الوحيده اللي مفتوحه هذه الساعه وهذه اللحظه هي الخرزه ديال محمد السادس، ما كايناش شي حاجه مفتوحه. المؤخره ديال محمد السادس هي اللي مفتوحه في هذه اللحظه، ما كاينش شي حاجه مفتوحه، لا مشاريع لا والو. واش الشعب المغربي هارب كامل اصاحبي؟ فتحوا لنا الحدود اصاحبي، الشعب يهرب. والالتزام بالدفاع عن قضايا المواطنين. كما لا ينبغي أن يكون هناك تناقض أو تنافس بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، ما دام الهدف هو تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش المواطنين أينما كانوا. وفي نفس السياق ينبغي إعطاء عناية خاصة لتأطير المواطنين والتعريف بالمبادرات التي تتخذها السلطات العمومية مختلفة. قال لكم اطروا المواطنين، اطروهم، ديروا لهم جمعيات، بقاو يقولوا عاش الملك وعطوهم الدعم. صافي هادشي هو اللي قال لكم. والقرارات لا سيما تلك التي تهم حقوق وحريات المواطنين بصفة مباشرة. حقوق والحريات ديال المواطنين، فين هما الحقوق فين هما الحريات؟ ما كاين لا حقوق لا حريات، غير الهضره والبلا. دابا هذا السيد هذا راه ملك ديال البلاد. ماتوا 3 الافراد حسب قول الاعلام الرسمي المغربي، 3 الشباب مغاربه ماتوا بالقرطاس ديال الدرك، وما ترحمش عليهم هبل السادس، على الرغم من انه كيقول لهم شعبي العزيز ما ترحم عليهم ما والو. معفى حكومه ما ترحم على الشهداء، ما قال حتى شي حاجه، شي جمله مفيده ما عطاهاش لينا. غنسمعوا مزيان، غنسمعوا شنو كيقول هذا السيد هذا. وهذه المسألة ليست مسؤولية الحكومة وحدها، وإنما هي مسؤولية الجميع، وفي مقدمتهم أنتم معشر البرلمانيين لأنكم تمثلون المواطنين. وهي أيضا مسؤولية الأحزاب السياسية والمنتخبين بمختلف المجالس المنتخبة وعلى جميع المستويات. ترى اللي قلتها لكم، قلت لكم الخطاب ديال الملك هو نفس الخطابات ديال 26 سنه اللي دازت. ما غادي يغير والو، من الخطابات ديالو.
غادوك المشاريع الوهميه دائما في كل خطاب، المشاريع الوهميه والتبلوير والبلواره والتنميه البشريه والتنميه القرويه والتنميه ما عرفت اشنو، ولكن الواقع ما فيه والو، كاين غير السلوكيه. زيد. الهويات الترابية، إضافة إلى وسائل الإعلام وفعالية المجتمع المدني وكل قوى الحياة للأمة. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، لقد دعونا في خطاب العرش الأخير إلى تسريع مسيرة المغرب الصاعد وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية. انا هاد السيد، هاد الملك هذا كيتمثل لي الله كيعيش في فرنسا، هو فعلا كيعيش في فرنسا، كيتمثل لي الله هو كيعطيوه التقارير ديال فرنسا اولا التقارير ديال اسبانيا اولا التقارير ديال شي دوله اخرى. هادشي كيتمثل لي الله، لانه هاد السيد هذا كيقول لك مرحبا خويا عدنان. واش هو ولا ماشي؟ صراحة أنا سمعت الخطاب، المهم أنا ضحكت ما نكذبش عليك، خرجت بالضحك. بصح أنا غير طلعت عندك، أنا نشد المايك ونسكت نشد كلشي والكاميرا. شوف اخويا، قول عاشا الملك. لا عاشا الملك وعاشا اخنوش. غير باش يلتحقوا الاخوه اللي كيتابعوني، باش نعرفهم بالاخ ياسين، باش اللي ما تابوناش عنده يتابونا عنده. مرحبا صغر الصوره، صغرني وخليني صغير. لا لا لا، خليني كاكنيت، القاك كاكنيت. لا زيد نكملوا الخطاب الملكي. وهي كما تعلمون من القضايا الكبرى التي تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني، وبلادنا والحمد لله تفتح الباب من خلال الديناميات التي أطلقناها أمام تحقيق عدالة اجتماعية. هاد الديناميات دائما كيتكلم عليها، عندك البلواره والديناميات دائما كيتكلم عليها في كل خطاب، ودائما هو طارق مشاريع، هو دائما طارق المشاريع ديالو وطارق الديناميات وطارق الروينه، وشي حاجه في الواقع ما كايناش. الواقع الشعب المغربي كيعيش في الميزيريه، كيعيش في الفقر، لا صحه لا تعليم لا حق في العيش الكريم لا والو. هو ديما الملك ملي كيجي كيحلم علينا وكانه كيتكلم على اسبانيا ولا كيتكلم على الطاليان ولا كيتكلم على شي دوله اخرى. سبحان الله العظيم. كملوا سمعوا. ومجالية أكبر، كما نأمل على استفادة الجميع من ثمار النمو من تكافؤ الفرص. قال لي كما نعمل على استفادة الجميع من ثمار النمو. انا ما فهمتش هذا النمو فين كاين، فين جاب هذا النمو؟ انا بغيت نعرف هذا النمو فين شفت فيها محمد السادس. الا هو كان في الثروه ديالك بوتوكس خويا ياسين، نمو بوتوكس خويا انا ما عرفتش. الا هو كان النمو في الثروه ديالك انت حقيقه، الا كان النمو في الثروه ديال الاخ نوش حقيقه، الا كان النمو في الثروه ديال البرلمانيين والشفاره اللي دايرين بيكون انت منهم حقيقه. اما شي نمو ما شفناه في ديك البلاد، كتصايبوا قدرون كتقول لنا حنا عندنا البنيه التحتيه. ما الفائده من البنيه التحتيه صاحبي؟ سمعوا صاحبي. المغرب الموحد في مختلف الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. لذلك نعتبر أن مستوى التنمية المحلية والمرآة التي تعكس بصدق مدى تقدم المغرب الصاعد المغرب صاعد السيد صافي، السيد بزاف السيد قال لك المغرب صاعد. اش من صاعد اصاحبي؟ البلاد غرقات بالكريدي يا صاحبي، البلاد غرقات بالكريدي حتى الودنينا صاحبي، والبلاد غرقات بالكريدي، البلاد غرقات بالكريدي، وكيقول لك المغرب صاعد. اش من المغرب صاعد؟ اش من المغرب؟ اش كيتكلم محمد السادس؟ انا بغيت نعرف واش هذا كيتكلم على شي مغرب من غير هذا كنعيشوا فيه حنايا؟ انا ما فهمتش والله، ما فهمتش وكأن البلاد ما وقع فيها والو، وكأن هذا الشيء اللي وقع هاد الايامات بحال ما كانش في المغرب، بحال كان داك الشيء في النيبال ولا كان واقيلا في جزر وقواق. حنا كنا هانيين مهنيين، حنا في المغرب نامي. ما عرفتش، ما فهمتش والله ما فهمتش. جميعا على ترسيخ مكانتها. العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية ليست مجرد شعار فاغر أو أولوية مرحلية قد تتراجع أهميتها. وحتى الخطاب طريقة باش كيقراه كيبان لك على انه هذا السيد ما حاضرش معنا في هذا العالم.
الخطاب ما عرفش يقراه. اصاحبي قرا الخطاب عام من الاول قبل لا تجي تخطب. قرا الخطاب قبل لا تجي تخطب علينا. قرا الخطاب واحد 2 مرات 3 المرات اصاحبي. واش شي انا غوقفه احتجاجيه مني كندير واحد الكلمه وكتكون في الورقه كنقراوها 4 المرات 5 المرات ما يجيش الانسان تلوصل من الوقفه النهايه ديال الوقفه ويبقى يتعكل في الكلمه. وهذا السيد وملك ديال البلاد وكيسوق 40 مليون حمار. 40 مليون حمار. حاشا وحاشاكم وحاشا قدركم. لانه هذه هي البشر اللي كيقول لي كنتسنى انا صاحب الدجاجه باش يحكم. راه انا ما عرفتش. انا ما عرفتش هذا الشعب هذا بسبب الظروف، إنما نعتبرها توجها استراتيجي يجب على جميع الفاعلين الالتزام به، ورهانا مصيري ينبغي أن يحكم مختلف السياسات التنموية. لذا فإن توجه المغرب الصاعد من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية يتطلب. دابا هذا المغرب الصاعد ذكرها 3 المرات في الخطاب ديالو. 3 المرات اللي سمعناها دابا المغرب الصاعد المغرب الصاعد المغرب الصاعد. انا ما فهمتش واش المغرب الصاعد كيخرج فيه الشعب من اجل الصحه، واش المغرب الصاعد كيخرج فيه ما عرفت فين صاعد. واش واقيلا صاعد فوق السطح باين طاحر ولا فين صاعد الله اعلم. حنا ما عرفناش فين صاعد هذا المغرب هذا. يوم تعبئة جميع طاقاته. التحول الكبير الذي نسعى إلى تحقيقه على مستوى التنمية الترابية يتطلب تغييرا ملموسا في التعليقات في العقليات وفي طريقة تعليقات. قال لك في التعليقات. وا سيدكم ما قاريش. سيدكم راه ما قاريش. في التعليقات في العقليات في التعليقات تلف ما عرفوش تعليقات ولا عقليات. والسيد ما عارفش شنو كيقول كاع ما عارفش. السيد راه مرفوع عليه القلم. واندري ازولاي هزو السيد ودخلوه السبيطار ديال الحماق وعطيوه شويه دواء يرجع ليه دماغه شويه. السيد راه ما كاينش كاع. السيد كيقرا الخطاب بحال كيقرا بحال معصوم. ما قادرش يقرا صاحبي. ما قادرش يقرا الخطاب صاحبي. ما عارفش كاع شنو هذاك الخطاب شنو فيه. يقول شنو فيه ما عارفش شنو هي. الأمان وترسيخا حقيقيا لثقافة النتائج، وذلك بناء على معطيات ميدانية دقيقة وباستعمال التكنولوجيا الرقمية. لذلك ننتظر وتيرة أسرع وأثرا أقوى للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية التي وجهناها. التنميه الترابيه عاوتاني الجيل الصاعد والتنميه الترابيه والوطن الصاعد وما عرفت شنو صاعد والو نفس الخطاب. راه قلتها لكم الصباح على مستوى الفيسبوك. قلت لكم اودي راه نفس الخطاب ديال 26 سنه 26 سنه صاحبي. الخطابات راه نفس الخطاب تسمعوه اليوم. راه ما غيتبدل والو صاحبي. راه غيبقى يبلوريكم هنايا 26 سنه اخرين يبقى في الحياه والو ما غيتغير والو. لها للحكومة لإعدادها وذلك في إطار علاقات رابح بين المجالات الحضرية والقروية. ويتعلق الأمر على الخصوص بالقضايا الرئيسية ذات الأسبقية التي حددناها وعلى رأسها تشجيع المبادرات المحلية والأنشطة الاقتصادية وتوفير فرص الشغل للشباب والنهوض بقطاع التعليم والصحة وبتأهيل الترابي. قال لهم تأهيل قطاع التعليم والصحة. واخا راه نمشيو مع هاد محمد السادس في نفس العقلية ديالو. هاد العوج هاد 6 و 5 دقائق راه نمشيو معاه في نفس العقلية ديالو. دابا هاد التعليم هاد التعليم هذا اللي كيتكلم عليه وهاد الصحة اللي كيتكلم شكون اللي كيدعم لنا الزوايا والأضرحة؟ راه الملك. هاد الشيء شخصيا هو اللي كيدعمهم. بمعنى الا بغى يدعم الصحة والتعليم راه غيدعمهم هو. شكون اللي كيمول الموازين اللي كدار في البلاد؟ راه كيعطي لنا واحد نصيب كبير. راه الشركات ديالو تساهم بنصيب كبير باش دار ديك المهرجانات ديال الموازين. شنو داك الاشهار اللي كيتحط راه ديال الشركات ديالو. راه اغلب الشركات في المغرب ولا على برا راه ديالو. سيدي علي سيدهم حرازم سيدهم ما عرفت اشنو هادو كلهم ديال حميده السداسي وديال مولاهم رشيد. بمعنى الا بغاو ينهضوا بالقطاع التعليم والصحه راه هو اللي يزيد بهم قدام. ماشي نتسناو زعما من الحكومه دير شي حاجه. ندعو الجميع كل من موقعه إلى محاربة كل الممارسات التي تضيع الوقت والجهد والإمكانات، لأنه من غير المقبول التهاون في نشاعة مردودة الاستثمار العمومي. وإضافة إلى توجيهاتنا في خطاب العرش
بخصوص التنمية الترابية ندعو للتركيز أيضا على القضايا التالية. أولا، إعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة بما يراعي خصوصيتها وطبيعة حاجيتها، وخاصة المناطق. والله العظيم الا عندنا شعب في المغرب وعندنا رجال في المغرب بعد هذا الخطاب، الا ما خرجوش الشعب المغربي للشارع ويطالب باسقاط الملكيه ماشي رجال، لانه هذا الملك هذا خارج دابا كيسكر في الحكومه وكيشكر في المسؤولين، بمعنى داكشي اللي داروه في الشعب راه زوين بالنسبه ليه هو، بمعنى عاش الملك وعاش اخناتوش. فلا يمكن تحقيق التنمية الترابية المنسجمة بدون تكامل وتضامن فعلي بين المناطق والجهات، وقد أصبح من الضروري. انت اش غادي تفهمها صاحبي؟ اش تفهمها صاحبي؟ التنميه الترابيه ولا التنميه الهزاريه؟ والترى التنميه الترابيه راه 60 سنه هو كيقولها، الترى مني عقلت انا كنسمع التنميه الترابيه مابقاش من التراب غادي ينمي، واش من تنميه كيتكلم عليها؟ زعما التنميه بكاع المناطق الترابيه كتبع ليه هو. والترى مني عقلت انا وكنسمع نفس الكلام، والتنميه الترابيه والتنميه القرويه والبلواره والهتر وراه شي حاجه ما تشوفوا في الواقع. وكنا صاحبي كنا ما كنتصنفوش في الهجره، ولينا ثالث دوله في طلب اللجوء في اوروبا، ثالث دوله في طلب اللجوء البرازيل، ويجي يقول لك لا راه التنميه الترابيه والتنميه الكذوبيه. إعادة النظر في تنمية المناطق الجبلية التي تغطي 30% من التراب الوطني. قال لهم نميو المناطق الجبليه. اودي الله ينزل على دين امك المسخله انت ولا هذا الشعب ديالك، الله ينزل عليك المسخ يا محمد السادس انت ولا هذا القطيع ديالك، هذا الشعب ديال كلاخستان. تمكينها من سياسة عمومية مندمجة تراعي خصوصيتها ومؤهلاتها الكثيرة. بحال شي دري اللي كيقرا شي انشاء اصاحبي، شي دري اللي كيقرا الانشاء، ملي كدير شي انشاء وكيقراه بحال هكا نفسه. ثانيا، التفعيل الأمثل والجاد لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، بما في ذلك القانون المتعلق بالساحل والمخطط الوطني للساحل، وذلك بما يساهم في تحقيق التوازن الضروري بين التنمية المستدامة. ونحلف لكم بالله الا هذا الملك محمد السادس لا كيتسنى بغى يكمل هذا الخطاب، بغى يكمل هذه الجوقات اللي داروا ليه، كيتسنى بغى يكمل هذه الجوقات اللي داروا ليه صافي، وباغي غير يسالي، والله ما عنده الغرض. متسارعة لهذه الفضاءات ومتطلبات حمايتها وتثمين مؤهلاتها كبيرة ضمن اقتصاد بحري وطني يخلق الثروة وفرص الشغل. ثالثا، توسيع نطاق المراكز القروية باعتبارها آلية ملائمة لتدبير التوسع الحضري والتخفيف من آثاره السلبية. ومن شأن هذه المراكز الناشئة كذلك أن تشكل حلقة فعالة في تقريب الخدمات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية من المواطنين بالعالم القروي. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، إن السنة التي نحن مقبلون عليها الإخوان مقابلون عليها، إن السنة المقابلون عليها ماشي المقبلون، مقابلون. وسيدكم أصاحبي سيدكم أصاحبي ما كيعرفش يقرا صاحبي، سيدكم ما كيعرفش يقرا صاحبي، سيدكم ما كيعرفش يقرا، سيدكم كسول أصاحبي، سيدكم كسول، سيدكم أمي، سيدكم جاهل كيتهجى، سيدكم خاصو محاربة الأمية. حافلة بالمشاريع والتحديات، وإننا ننتظر منكم جميعا حكومة وبرلمانا أغلبية المعارضة تبعة كل الطاقات والإمكانات وتغليب المصالح العليا للمواطنين. أقول رعاكم الله في مستوى الثقة الموضوعة فيكم وفي مستوى الأمانة. قال لهم البرلمانيين والمسؤولين راه كيوضع فيكم الثقة، وبأنكم داكشي اللي كديروه راه مزيان، بمعنى قمعوا الشعب، زيدوا عطيو العصا دقدقوه. أعتقكم وما تتطلبه خدمة الوطن من نزاهة والتزام ونكران ذات. قال تعالى: فنعم مثقال هو استعمال دخل القرآن عاوتاني، هو قال الله تعالى عاوتاني، واحد شويه يقول لك قال جدي رسول الله، قال الله زيد شنو قال الله؟ خير راه ومن يمن قال ذرة شر الله. شنو قال؟ الله اعلم. اسمع ترى شرين راه
والو. اشنو كيقول هذا السيد الله يعلم. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. فهو السلام عليكم. قلت لكم راه كيقلب باغي ينتهي لكم من الخطاب، راه ما عندوش الهدف باش ينمي البلاد. هذا السيد هذا ما عندوش الهدف باش يزيد بالبلاد لقدام. انا عندي سؤال بعد ما سمعنا الخطاب كامل، لماذا لم يقل صاحب الدجاجة أخناتوش أو للحكومة؟ علاش الملك، لماذا الملك لم يقل رئيس الحكومة عزيز أخناتوش؟ جاوبونا، بغينا جواب سيادنا، بغينا جواب. عطونا الرأي ديالكم في الخطاب الهلاكي وقولوا لنا كيفاش. يلا نطلعوا شويه دكاتره ونسمعوا الاراء ديال الدكاتره ديالنا. زيدوا الدكاتره زيدوا. يا ودي قال لك كنتسناو رئيس الحكومه، نتسناو الملك حتى يخطب، راه غيجيب لنا معاه الحل. ها هو جاب لكم الحل، سمعتوه. السلام عليكم سي سعيد. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ومن يعمل مثقال ذرة خير يراه ومن يعمل مثقال ذرة شر يراه. وهذا هو الخلاصة ديال الملك، لأنه قال لكم شوفوا أنا راه ما غنحاسب حد تا يموتوا الناس ويتحاسبوا مع الله. ما احنا في الدنيا ميكوا علينا واحد شوية صبروا علينا. ولكني بنادم المغربي بما أنه يا إما بقرة حلوب أو حمار بأذنين، وهذا الشيء راه كيشربوا في التعليم وفي الاعلام وفي بزاف ديال الحوايج. كيقولوا له ولو كان هو يرجع غير للدستور واحد شويه غادي يشوف الصفه ديالو بعداك هو كيفاش كيتعامل مع الدستور تيقول لك الشعب المغربي هما رعايا ديال الملك، وانت كنتي مرعي من الراعي. اذا شنو هو الدور ديالك غيدير لك واحد الخيط فيه الضوء، الا فتي هذاك الخيط غيضرب امك الضوء وغادي ترجع لبلاصتك. يا اما يوكلك الميلانس ولا يوكلك الدرا او لا يوكلك الزريعه، ولا ما تاكلش كاع ما تشربش وغادي تبقى ساكت، وإلا مشيتي للخيط غيضرب امك الضوء. هذا خطاب استعلائي، خطاب هنجائي، خطاب لا يمت الى الواقع بصله، وكانه يعيش عالم افتراضي غريب على المغاربه. كانوا على الاقل رغم ان المطالب ديالنا حنايا اللي كنقولوا حنايا راديكاليه كيف كيقولوا، كنا كنقولوا ومع ذلك نتمن عمل هاد الشباب، وعلى الاقل نصغر لهم وما ما حنا عارفين الدومين. هادشي راه قلنا لهم من زمان، هادشي راه من 65 راه ماشي جديد. الناس راه خرجت في 65 23 مارس غير على قبل التعليم، ما كاين والو. واش انت عندك دوله شاد الاستقلال كيف كما تدعي الاحتقلال، فهمتي، من 56 وما قعدش تبني نموذج هيكلي مدرسي تعليمي اللي غادي يفرخ لك الاجيال، ولا حنا والو. غاللي يبان من الجهد ديالو الفردي طير به يا فرنسا ولا الامريكان، وانت يا تروح الدور هنايا وراه بنادم راه ما كيفهمش. والحسن الثاني منين سولوه الفرنساويين على الاضراب وداك الشيء وعلاه هو كان كيسحب راه الاساتذه هما اللي حركوا هادشي، وفعلا عرف الدور ديال الاستاذ وخلاه ولا راد الاستاذ بحال الكلب. منين تشوف الاستاذ كيسلخوا كيسلخوا مرده ما عندوش حتى الشاف واحد الوقيته. شنو انت كتقول لهذاك التلميذ؟ خويا سعيد الصوت خويا سعيد. راه الفيلم راه مصوب، انتم مجرد عبيد في الحظيره، عليكم السمع والطاعه، ومن لم يسمع ويطيع فهو اما خارجي كما يقولون هم يعني انفصالي، او لا عدو سيديه، ولا ما عرفت هاي يدعموا. حنا لا بغينا ندعموه ما يعطونا اتساع. الدعم ديالهم وي المصيبه. شوف حنا قال لك هذاك الوردي هذا واحد الكاتب واديب مصري، هادشي في الخمسينات، قال لك الشعوب التي لا تستفيد منها يعني الامم من ما دارت والو، ما عطات والو، ما عندها لا ثقافه لا حضاره لا علم. اشنو قال لك يبقاو يخلقوا السميات الكبار، الدوله العظيمه، القوه الضاربه، اسياد العالم، الشعب الذي لا مثيل له، بقى لا مثيل لك تريد في العالم.
محقور في التعليم، محقور في الصحه، محقور في كل شيء. وقول العام زين، بقى تغني البلاد كاع اللي طلعها بنديرو تهبط طريجه وقرا عليها دير عليها صلاه الجنازه والسلام عليكم. واللي خاصو يعرف بنادم بان راه الوطن راه كيمثلوا المواطن ماشي الحاكم، لان الوطن باقي والحاكم راه يموت هذا ويجي واحد غدا. اذا الشعب، اذا الارض هذيك دابا اللي كتغرق 120 مليار خارجيه و70 داخليه، وشوف من هنا المونديال ما غيسالي حتى لاش غادي نوصلوا، ولا العام الجاي تمشي هذه الحكومه ديال اخ النوش فين غنوصلوا. واش عباد الله هذه البلاد اللي عنده واحد رئيس حكومه شاد مرتو عاطيها هي تحكم في سميتو ليه في الاستيراد ديال المواد ديال اللوكس ديال الماركات، ايوا راه ولا توزيع هذاك الشيء. وقال لك الناس على دين ملوكيه، هو كيوزع الثروه الكبيره وخلاو لينا خنوش يوزع علينا على هذاك، يبيع لك حليبه ولا يبيع لك داكشي ديال الكوسميتيك شعكيار ولا موروكو مول ولا شويه ديال. واش عباد الله، واش هاد العرب هادو عندهم دماغ ولا ما عندهم؟ واش البرميل ديال البترول كيدير 60 الاورو 60,000 فرنك عباد الله، وبنادم كيشري 260 ريال كيشري واش هذا؟ ما اش نقول لك اخويا. بغيت نسولكم واش مشربين لكم سميتو ليه هذاك الماء؟ ولكن فعلا الماء ملي ولا فيه حاجه جاد واكلين السكران اخويا. لا صافي لا عرف شي داك الماء منين كيقول لك بنادم ها انت شوف الماء ديال حاشاك ديال الصرف الصحي، يعني الماء ديال الطواليط مخلط مع الماء وبنادم فهمتي عايش به، ولا كيضرب حاشاك الماء مبوق بالحزاق وبالخراج غادي تسنى منه. هذا راه اكثر من الحشيش واكثر من الكيماوي واكثر من سميتو ليه، وبنادم فرحان. خويا اش غادي نقول لك السكات حسن والله العظيم. شكرا لك اخويا سعيد، ربي انا هادشي كنت نقول لك بشحال هادي فهمتي، راه ما كاين والو. من يعرف المخزن لا صديق له، والمخزن راه ما كينساش. ولكم في التاريخ عبره. 65 قتلوا البشر، 81 قتلوا البشر، 90 فاس قتلوا البشر، 2008 في الصحراء قتلوا البشر، وديال الزفزافي واخوانه حرقوا عباد الله حيين في البنكه. وفكري امام اعينكم كتسمعوا طحان امو، وبنادم ما باغي يتحرك على والو. واش غادي نقول لكم؟ مبروك عليكم الخطاب اللي. شكرا لك خويا سعيد. وعليكم السلام اخويا والله ربي يحفظك خويا سعيد على المداخله ديالك، وندوزو عند شي واحد اخر نسمعوا المداخله ديالو. ربي يحفظك خويا سعيد الحر، تحياتي لك. نشوفوا شي مداخله ديال شي دكتور يعطينا الراي ديالو في الخطاب الملكي. اولا الملك كيف ما سمعنا هنايا شكر الحكومه وشكر المسؤولين في البلاد، وما ترحمش على الشهداء اللي ماتوا بالقرطاس ديال الدرك الهلاكي ديالو، لانه الدرك الهلاكي راه ديالو. وراه قال الحكومه مزيان سيروا راكم غاديين في الطريق الصحيح. زيد رانا شي دكتور، رانا شي دكتور اللي باقي ما تابوناش عند ياسين يتابونا عنده خويا. يلا ديروا على الاخوان ابونيني، ما ابونيش يدير ابوني ابوني. اش قال سيدنا با ياسين؟ سيدنا قال الحكومه الله يرحم لك الوالدين شكرا لك غاديه في الطريق الصحيح. قال لها شكرا لك يا حكومتنا. شكر الحكومه وما ترحمش على الناس اللي ماتوا. وكأن هاد الملك ديالنا كيعيش في جزيره الوقواق، ما كيعيش كاع في المغرب، وكأنه عايش في جزيره الوقواق ولا عايش في البهاماس ولا. وفعلا هو راه عايش في فرنسا، ما راهش معانا في الواقع، بحال ما واقع والو في البلاد كاع. السيد خرج وقال لهم المسؤولين خصكم تزيدوا لقدام ما قال حتى شي حاجه، ما قال لهم الحكومه. شي وحدين قال لك كنتسناو صاحب الدجاجه اسبوع وما مريحين في الدار، كتهضر معاه كيكتب لك ننتظر خطاب صاحب الدجاجه، نحترم خطاب صاحب الدجاجه، يدوز صاحب الدجاجه. هادشي هو اللي كاين. اليوم سمعنا صاحب الدجاجه ما جاب والو، جاب الدجاج الابيض حطو دوروا به وقال لهم عطاش ديك الجمله داك المرسو في القران، قال لهم فمن يعمل مثقال ذره شرا يرى ومن مثقال ذره خيرا يرى، بحال هكا. ما عقلتش واش كان اللي قال فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. قال لهم زعما اللي دار شي حاجه راه غيمشي عند ربو ويتحاكم. راه ما كنحاكمش، راه ماشي انا هو الله،
هادشي اللي قال لهم محمد السادس صافي، هذا هو الواقع. طلعوا لنا شي دكتور الدكاتره، عطيونا الراي ديالكم في سيدكم. سيدكم خطب اليوم، السيمانه نتوما كتسناوه. يلا عطيونا الراي ديالكم في سيدكم. راه السيمانه نتوما كتسناو، قلتوا لنا بغا يقيل لكم الحكومه. واش قال لكم الحكومه ولا مازال؟ السلام عليكم. عليكم السلام. اخي انا الخطاب تاع اليوم زعزعني، حيت حسيت صافي ما بقيناش مغاربه، خلاص صافي. بلاتي نحيد كيتنا الصوت اخي حداك الصداع. سمعني خويا دابا. راه حداك الصداع صديقي، راك جالس في شي سوق ولا جالس في شي بلاصه ماشي هي هذيك، الصوت عندك عيان. نطلعوا دكاتره شويه، نطلعوا شويه دكاتره، نسمعوا هذا الخطاب الملكي. باقا غدا عندنا ان شاء الله لايف اخر. عطيونا الراي ديالكم في الخطاب الهلكي، الراي ديالكم في الخطاب ديال صاحب الدجاجه. ما فهمتش، انا عندي شي مشكل في هذا اللايف ديالي. كنطلع بنادم كيبان لي طار الكاميرا وحده، ما كيبانش يطلع. معكم خويا ياسين. عليكم السلام. خويا ياسين، الخطبه ديال الملك، انا غنحاول نستعمل واحد الكلمه اللي قالها بن كيران في واحد سياق معين، ولكن ما فيها باس نحييها اليوم. خويا ياسين، قد انتهى الكلام، فهمت؟ انتهى الكلام. اللي كان باغي يسمع ولا كان باغي يشوف، انتهى الشوفان وانتهى الكلام. وانتهى الكلام، انا ما غاديش نزيد لك. انتهى الكلام وانتهى الشوفان، وتحياتي ليك وعاش حتى العياشه. تحياتي لك خويا نظر، تحياتي لك. عطيونا شي دكتور اصاحبي، عطيونا شي دكتور عياشي. شوف والله العظيم الا غبروا العياشه 748 واحد. العياشه ما كاينينش. لا جزائري لا خويا، لا جزائريين لا. عطيونا المغاربه العياشه، بغينا المغاربه العياشه. ما ربنا شي واحد يشرح لنا شنو قال الملك في الخطاب. حنا ما بقينا فهمنا والو، بقينا كنفهموا والو. حنا بقينا ولينا كنفهموا حتى صافي. كناكل حتى من بعد. يا ابو سبح الله ما وليك، سير سبح الله ما وليك، سير يا صاحبي. كتجر وجاي لعندي يا صاحبي. يلا محمد مول الرايه ديال اليوطي، يلا. السلام عليكم. عليكم السلام. راك ياسين مزيان غايه؟ بخير الحمد لله. معك محمد من اقليم الرحامنه. زيد السي محمد. دابا راه المشكل نتاعك انت، داكشي اللي باغي انت ما قالوش للملك. فتح الكاميرا ورينا رحمنا. فتح قلبي كمارادون فزادكم الله مرضى ما قال. فزادك الله الطير القمر. فتح كاميرا وريني رحابنا ابن عمي. توريني رحابنا. شنو رحابنا الاخوان؟ الشوارع ديالهم كيغليو بالحمير الكراون، وانتم قلتوا بان الملك ديالكم غادي يقيل الحكومه، غادي يقيل اخنوش، غيحيد اخنوش. كيفاش سيدكم ما حيد اخنوش وما تصنش المطالب ديالكم الشعبيه اللي هي الصحه والتعليم؟ شكون اللي فيه المشكل دابا؟ واش الحكومه ولا الملك؟ صافي شرحوا لي كيفاش. علاش الملك ما قالش الحكومه؟ علاش؟ عادل الصناجي. اختفاء الدكاتره والعياشه. العياشه ما بقاوش.
يلا ميس الريفي. حيد ميس الريفي حيد. ما عندهم والو اصاحبي، راه ما عندهم والو. اش غيطلع يقول عندي يا صاحبي؟ اش غيطلع يقول؟ يقول سيدنا شكر الحكومه اللي سخات الشعب. يقول الحكومه سيدنا شكر الحكومه، ومع الحكومه اللي راها ضد الشعب. واخا حنايا راه عارفين بان الملك هو اللي ضد الشعب، ولكن حنا بالعقليه ديال العياشي. اشنو غيطلع العياشي يقول؟ واش العياشي غيطلع يقول بان الملك شكر الحكومه صاحبي؟ صاحبي مشكله صاحبي، راه مشكله يا صاحبي، والله الا مشكله والله. والله الا بغيت شي واحد يبان عندنا، بغيت شي دكتور. والله ما بقاو الدكاتره بالله. رضوان واحد. خطاب عالمي قالوا. يلا ارا سيدكم شنو قال؟ اشرحوا لنا دابا 15 يوم ولا 20 يوم الاحتجاجات، وسيدكم شنو قال؟ شكر الحكومه صافي. ريكاردو كاكا ما كاينش. زيد رانا هاد السيد هذا، زيد جيفارا، زيد جيفارا مشى، جيفارا مشى، مازاغان. صاحبي بلا ما نبقاو تقولوا مظاهرات ديال الحكومه ولا ديال داكشي واضح، داكشي كان عفوي. دابا هادشي اللي بقى دابا في الاخير ديال المظاهرات هو اللي ديال الاحزاب صافي. رانا شي دكتور راه يلا ميس الريف. والسلام عليكم اخي. عليكم السلام. ما كيف داير اخي ياسين؟ كيف داير اخي بخير الحمد عدنان؟ لله، ربي يحفظك. كلشي مزيان؟ بخير. اللهم لك الحمد. زيد الاخ ميس الريف، اعطينا الراي ديالك في الخطاب الهلكي ديال صاحب الدجاجه. شنو غادي يقول كاع؟ واش قال شي حاجه فيه نفع؟ قال يشكر الحكومه والمسؤولين في البلاد. هو كيضحك على شعبه. شي وحدين راه كنتسناو على صاحب الدجاجه باش يخطب. انا نقول لك صراحه، انا دابا في هولندا، انا هربت من الزريبه. منين دزت في المغرب عمرني ما سمعت كلامه، واخا سمعت كلامه ما فيه نفع، هو اصلا ما فيه نفع. صحيح، ما تسمع فيه والو. والله قسما بالله اخي ياسين، والله القسم، كانت عندي 38 سنه في المغرب، والله القسم ما سمعت منه واخا كلمه. واكره بنادم عندي فوق يعني في الكره الارضيه هو صحيح، قسما بالله. علاش؟ لان ظلمنا. هو كلانا رزقنا وخلانا بلا تعليم، بلا صحه، بلا عيش الكريم. شنو غادي نقول لك خويا ياسين؟ كلشي مشى. صحيح. لو كان عندي السلاح غادي نصيفطوه من هنا. لا ربي يحفظك خويا الريفي، شكرا. ربي يخليك اخويا ياسين. تحياتي لك، شكرا عدنان. تحياتي. عطينا شي دكتور اشرح لنا كيفاش الخطاب الملكي كيفاش. الله ما كاين واحد، ما قال لك سوا سير شوف اللي عليكم السلام. معاك ريفي من بلجيكا. مرحبا خويا الريفي، عطينا الراي ديالك في الخطاب الهلكي. ياسين، وانا هاد الخطابات سمعتهم للسفاح الحسن الثاني، ودابا جابوا لنا هاد الحمار عاود نفس الخطاب. وهاد العلويين ما كاين لا خطاب
وما كاين والو لان هذا الخطاب عاد الحسن الثاني كنسمعوا المشاريع المغرب غيكون زوين غادي في التقدم ما تسفح جهاد الاحمر حاشاك جهاد الاحمر هذا كتار جاي تنتن علينا تن 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 ما نعرفش القرويه ما نعرف شنو بغى يقلبها الفضايح. ودابا هاد العبيد كانوا كيستناو الخطاب كيستناو الخطاب ديال سيدهم يوقف ليهم خنوش المهم ما كاين لا خنوش دابا الا خرجتو غيعصروا يماكم واحد غيصيفطوا يماكم مؤبد واحد لان انتم هاد الجيل هذا بحال الا باع الماتش الناس ماتوا كاع ما مسوقين ليلو الناس مشاو محكومين ب 15 20 والدري الصغير اخرج جدارمي كيتبع الناس في الشارع كيقتل في الناس. شنو بغيتو العياشه؟ ودابا هاد الجيل وحنا دازنا هاد الخطابات راه سمعناها من باه. ودابا نتمناو تبدلوا العقليه ديالكم. اش من اخنوش شنو دار اخنوش غير شفار بامبرس صافي عامر غيرميه شي مره صحيح. هو الشفار الكبير هذا اللي كيتمتم عليكم. وشهر نتوما كتستناو سيدنا يدير الخطاب. كنمشي واحد القهوه سيدنا يدير الخطاب سيدنا والله ما تشوفوا نهار زوين. اما احنا ريافه احنا عارفين هذا الكلام بلا ما تدوخونا. احنا عارفين وعرفنا شنو غيقول. ماشي زعما كنا كنشوفوا عنده ولا احنا كنشوفوا عنده نهار يهبط باباه. هذاك هو الشوفات اللي كنشوفوا عنده. اما دابا شفتي الناس ماتوا ما تكرههمش كاع اشكر نعم سيدي الحكومه. وشنو بغيتوا؟ هو شكر لكم الحكومه. نتوما بغيتي توقفوا الحكومه هو شكرها. ودابا منا الفوق العصا ليماكم. والسلام عليكم. وربي يحفظك خويا الريفي. شكرا لك. تحياتي لك خويا الريفي. نسمعوا شويه ديال المتابعين اللي معنا هنايا. بقاو العياشه لا والو. العياشه اختفى وصافي. مابقاش كيدوروا بالله المنصه ديالي. العياشه مابقاش كيدوروا المنصه ديالي. السلام عليكم ورحمة الله. تحية خويا ياسين، تحية الأخ عدنان، تحية لكاع الأحرار. مرحبا. والله العظيم خويا ياسين ما على بالي بهذا الخطاب وما كنتسناه وما تصنطليش. ما نكذب عليك والله ما عندي عليه شي فكرة. إنما هو حاجة وحدة. الله يعطيكم الخير، الله يطول عمركم. بقاو هضروا علينا، الله يرحم لكم الوالدين نتوما برا البلاد. حنا راه اللي يهضر كيتعتقل. الدري الصديق ديالي جا دايز من حدا البنك هادي واحد الليله دايز شداتو الكاميرا 15 سنه 15 سنه. بكيت عليها صاحبي والله الا بكيت عليه. كنشوف هذا النظام الحكار هذا ما كنقب والو بالتالي كاين الادله وكاين الفيديو ديالو دايز 15 سنه ظلما وبهتانا. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم من هذاك القحبه ديال محمد السادس وانت هابط. هذه هي خلاصه النقاش عندي. شكرا لك خويا حضار. شكرا. تحياتي لك. ما نطولوش عليك خويا باش ما يجبدوش الموقع ديالك. ربي يحفظك. نسمعوا هاد الاخوان. واحد اخ معنا هنايا انت ديجا طلعتيها ريكا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام خويا العزيز. قال لك واحد بغى يقول عاش الملك ولكن قال لك عاس الملك، وانا كنقول راه عصا الملك. الملك راه عصا المعقول. ودابا اخ ياسين وعدنان قول لي دابا الملك شنو قال لنا؟ قال لك خرجوا يماها وبلبلوا يماها. هادشي اللي كيقول دابا بهذا الخطاب. صح. خصكم تفهموا الشباب ديالنا ونوضوا بلبلوا قحبه يماها. مالكم وحاشاكم. دابا 1999 حتى لدابا 2025 ما دار لك والو. قال لك الشعب يموت باباه في المغرب. الا بغى يداوى هو يمشي للسعودي، يمشي لقطر، يمشي لدبي، يمشي لفرنسا، يمشي يدبر على راسو. والشعب يموت يماه يموت في المغرب يموت. فهموا ريوسكم دابا الشباب ديالنا. قال لك دابا نوض بلبل يما هاد المغرب كامل.
هذا الشيء اللي كيقول. والله حفظنا كاملين وماشي تحياتي عاشه لك خويا وعصا. عزيز.